الاجواء كانت جميله جدا. لو عجبتك الفكره من ابسط شيء عندك اعمليها، ما تقوليش انا ما عنديش الخامات، هتدوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. انا عاملة الفيديو ده بدري عشان تجهزوا نفسكم استعدادا لرأس السنة. كل سنة وانتوا طيبين. عاوزين نفرح البيت ونفرح اولادنا ونفرح نفسنا قبل اي شيء، ان احنا نعمل اجواء لرأس السنة. كل سنة وانتوا طيبين. احنا يعني بنتلكك كده ان احنا نعمل اي فرحة لنفسنا، ان احنا يجي اي مناسبة نصطادها ونعمل بيها اي ابتكارات عشان نفرح بيها نفسنا. فانا حبيت افيدكم بحاجة انا عملتها ابتكرتها في بيتي واتبسطت منها جدا، وكل اللي في البيت اتبسطوا منها ووفرت فيها كتير جدا. بصوا الحاجات اللي هي على الطبلية دي اللي انتوا شايفينها دي بنتي ريمان، ربنا يحفظها يا رب. طبعا كانت الفرحة مستيعاها بالاجواء اللي انا عملتها لها بمناسبة رأس السنة. حاجات اللي انتوا شايفينها دي كلها انا ما كلفتهاش ولا اشتريت اي حاجة، غير ان هي حاجات عندي في البيت انا استخدمتها وحبيت ان انا اعمل لها كده اعادة تدوير للمناسبة الجميلة دي. والفايبر ده كان عندي خدادية كبيرة حوالي من خداديتين تقريبا، انا فضيتهم لان الفايبر ده عندي بشيله وبحتفظ بيه من السنة للسنة. كل مناسبة بطلعه وبعمله كده بالأجواء الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. عاوزة اقول لكم الحاجات دي كانت عبارة عن قماش عندي، وكل ما هو فيه ان انت بتجيبي قماش بيلمع شوية. والنجوم اللي انتوا شايفينها دي كانت قطعات بتاعة عجين او بتاعة معجنات، كانت في المطبخ عندي، خدتها برضو واستخدمتها. والشجرة نفسها دي مش شجرة كريسماس ولا اي حاجة، دي شجرة عادية خالص اللي هي عبارة عن نخلة او اي شجرة عندك بتجيبيها، لان طبعا شجر اللي هو بتاع الكريسماس نفسه بيبقى غالي جدا. فانت ممكن تجيبي اي شجرة تبقى رخيصة او اي شجرة عندك اي نوع ممكن تستخدميها وبرضو بتقضي الغرض وبتبقى بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الفايبر مدي ايحاء بان هو تلج ومناسب جدا لرأس السنة. بصوا عن قرب كده القلوب الحمراء دي طبعا اللي هي القماش الاحمر. القلوب دي انا برضو كانت قماشة وقصيتها على شكل قلب وخليتها برضو للمناسبة دي، وساعات بستخدمها بقى بحطها كده زينة لعيد حب، لعيد جواز، لأي مناسبة بفرشها كده بتبقى جميلة جدا. برضو هبقى اصور لكم ان شاء الله في اي مناسبة بعمل بيها والكورة الحمراء دي برضو قماش وانا حطيت فيه فايبر وعملته كده وعملته سرة كده صغيرة وبقى مدي شكل الكور اللي هي بتاعت الكريسماس الجميلة. والقلوب برضو الحمراء والحاجات اللي هي دي بتتباع عند اي بتوع مكتبة، اللي هي الحاجات اللي هي بتاعت الهدايا اللي هي بتبقى سلك بتتني كده شوية، بتبقى سهل في التانية وتعملي منها اشكال نجوم وقلوب وحروف وحاجات جميلة جدا بتتعمل للهدايا يعني. فانا استخدمتها للشجرة الجميلة دي. فالشجرة اتحولت فعلا بقت اكنها شجرة كريسماس جميلة جدا. وعندي فرع النور ده برضو بستخدمه لأي مناسبة رمضان، وبرضو بشيله من المناسبة للمناسبة وبحتفظ بيه. وعملته كده على الفايبر على التلج يديكي إيحاء ان فعلا شجرة كريسماس. الاجواء كانت جميلة جدا. لو عجبتك الفكرة من ابسط شيء عندك اعمليها، ما تقوليش انا ما عنديش الخامات، هتدوري طرحة قديمة بتلمع شوية قصيها واعمليها مدوير كده مدورة، وبعدين اعمليها سرة كده وحطي فيها الفايبر والدميها جميلة جدا. واقول لك كمان لو ما عندكيش الشجرة ممكن تعملي حبل كده وتعملي فيه الديكورات اللي انا بقول لك عليها دي كلها وتعلقيها على الحيطة ورا بعض تحت بعض كده، تحت بعض او ورا بعض، هتبقى برضو شكل جميل وتدي اجواء حلوة جدا لليوم ده. والبوت برضو اللي هو موجود على الخداديات دي انا برضو اللي عاملاها، كنت عاملاها من كذا سنة يعني، برضو بشيلها من السنة للسنة بتدي شكل حلو كده، وبروح معلقاها او بحطها كده على الخدادية كده بتديني شكل كده جميل جدا. ما تبخليش بقى عليا اللايك واشتراك للفيديو لو عجب